اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، تلبية لطلبات اخواتنا اللي كانوا محتاجين ان احنا نيجي هنا نصور الاسكان متوسط الدخل مدينة 6 اكتوبر، مش مدينة حدائق 6 اكتوبر. احنا النهاردة عملنا جولتين، جولة لمدينة 6 اكتوبر وجولة لمدينة حدائق 6 اكتوبر، وهننزلهم ورا بعض بالتبعية. ده الفيديو الخاص بمدينة 6 أكتوبر، هنتمشى فيه مع بعض في الموقع وهنشوف حاجات جديدة إن شاء الله مع بعض. نتمنى إن هي تنال إعجابكم، وبنعتذر عن التأخير في تنزيل الفيديو، عمل الزيارة لظروف خاصة. شكرا لحضراتكم، هنتابع الفيديو مع بعض، وأتمنى إنكم تعملوا شير للفيديو ده ولايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من إخواتنا اللي كانوا منتظرين. شكرا لكم جميعا، ويلا بينا نبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا وحبايبنا اللي كانوا بيطلبوا الإسكان متوسط الدخل، سكن كل المصريين، الإعلان ال14 والإعلان ال15، مدينة 6 أكتوبر. احنا دلوقتي على طريق محور عبد الناصر، واللي قدامنا ده الدائري الأوسطي، وده هنا أعتقد ده الحي العاشر تقريبا، مدينة 6 أكتوبر، وده محور جمال عبد الناصر، وده الموقع اللي فيه الإسكان سكن كل المصريين، الإعلان ال14 والإعلان ال15، مدينة 6 أكتوبر. الموقع بتاع مدينة 6 أكتوبر هو طبعا مميز زي ما احنا شايفين، وده احنا أول تقرير بنيجي نعمله من فترة طويلة لمدينة 6 أكتوبر، وده علشان خاطر إخواتنا اللي طلبوا إننا نيجي المكان ونبين ونشوف إيه اللي حصل في الموقع. اللي احنا شايفينه دلوقتي إن تقريبا العماير ابتدت تطلع، يعني دي كده أول عمارة على نصية الطريق. حجم المشروع مش كبير، وعدد العماير في مدينة 6 أكتوبر مش كبير. عدد العماير في مدينة 6 أكتوبر مش كبيرة، ولكن في المجمل واضح إن كل العماير فيها شغل، يعني حتى لحد نهاية المشروع. احنا نتمشى مع بعض واحدة واحدة كده علشان نتفرج على العماير كلها مرة واحدة. طبعا هو نفس الشكل ونفس التقسيمة بتاعة مدينة حدائق 6 أكتوبر. طبعا كل العماير تقريبا تم البدء فيها، وفي عماير وصلت إلى الدور الثالث والرابع، وفي عماير لسه تعتبر يبتدي فيها العمل، الهيكل الخرساني بتاعها مخلص. ولكن زي ما احنا متوقعين ان هو زي ما الشغل ابتدى في مدينة حدائق 6 اكتوبر ووتيرة العمل شغالة هناك بشكل كبير، برضو في مدينة 6 اكتوبر برضو نفس الكلام. الشغل ما شاء الله الدنيا جميلة والمكان واعد جدا، يعني ربنا يبارك في كل الناس اللي هم منتظرين التسليم. طبعا ده هنا مدخل اساسي للمكان. على فكرة المكان برضو مش صغير زي ما احنا كنا متوقعين، لا في عدد عماير، في عدد عماير كويس يعني في المكان. ودي مجموعة من العماير المتلاصقة جنب بعض. تاني بذكر اخواتنا احنا في مدينة 6 اكتوبر، سكن كل المصريين متوسط الدخل، سكن كل المصريين متوسط الدخل. العماير دي فيها اسانسير، العماير دي مساحتها 120 وفي 115 او 110 تقريبا. بس اهم ما يميز العماير التصميم بتاعها، على فكرة جميل جدا. دي من الحاجات المميزة جدا اللي في المشروع، تصميم العماير، الواجهات بتاعتها كويسة، الريسبشن في الشقق ال 120 الريسبشن بتاعها كويس ومساحته جميلة. هننزل ان شاء الله ونعمل فيديوهات على مساحة الشقق هنا، وهنشوف كل ده ان شاء الله مع بعض. احنا بس كده بنعمل مبدئيا فيديو كده للموقع من بره علشان نبقى شايفين العمل بشكل كامل في المشروع. ومعلومة زي ما أنا كنت
بقولها ان الموقع مساحته صغيرة، ولكن الموقع مستمر معانا لحد النقطة اللي احنا شايفينها دي، لان في قطع اراضي لازال لسه بيتم التجهيز ليها وبيتم الحفر فيها زي ما احنا شايفين كده. تمام، فكل دي المساحات دي كلها موجودة معانا داخلة من ضمن المشروع، ودي بعض القطع اللي هيتم لسه الحفر فيها بشكل كبير. يعني ده كده شارع فاصل بين العماير اللي هي لسه بتتبني، لسه بيتخطط للحفر بتاعها قدام اهي، وبين العماير اللي هي تم البدء بيها بشكل كبير جدا وشغال. فالموضوع شغال على مرحلتين زي ما احنا شايفين كده. في النهاية بوجه شكري لكل حد طلب مني ان احنا نيجي نصور هنا، وبعتذر له طبعا ان احنا اتأخرنا جدا في ان احنا نيجي نعمل متابعة ونعمل ريفيو على المكان، الاسكان متوسط الدخل مدينة حدائق 6 اكتوبر. مدينة 6 اكتوبر احنا بقالنا فترة فعلا موقفين التصوير هنا وهنا، ونتمنى حضراتكم بقى طبعا تعملوا شير للفيديو دوت في جروبات الاسكان متوسط الدخل، في جروب متوسط الدخل مدينة 6 اكتوبر، علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس ان شاء الله. طبعا احنا كده بنشوف المشروع من الشارع الرئيسي، فقررنا واحنا ماشيين ان احنا هنمشي كمان على الطريق الدائري الأوسطي علشان نشوف العماير كلها بشكل كامل، ونشوف المشروع كله ظاهر ازاي من عند الدائري الأوسطي. احنا كده خلاص بناخد الملف، خلصنا محور جمال عبد الناصر، وكده احنا ماشيين في طريق الدائري الأوسطي علشان قلنا نشوف المشروع كامل من على الدائري الأوسطي شكله عامل ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في المشروع تم إحاطته بسور شجري. السور الشجري ده طبعا كان أصغر من كده وابتدى يكبر زي ما احنا شايفين. هنشوف دلوقتي المرحلة الأولى كاملة. المرحلة الأولى دي نقصد بيها المرحلة اللي تم البناء فيها، ودي العماير اللي سواء ابتدى في دور أو 2 أو 3، أو سواء قربت يتم الانتهاء منها كأعمال خرسانة وكأعمال بناء. وهنشوف بقى المرحلة التانية، ودي المرحلة اللي جاري العمل على تجهيز الأرض فيها وعلى حفر الأساسات. ودي كانت مفاجأة لينا النهاردة في الزيارة. في النهاية بشكر حضراتكم على المتابعة، وما تنساش لايك وشير واشتراك علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس، وشير في كل جروبات الإسكان الاجتماعي.